بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا في البداية نبارك حلول هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، عليكم وعلى جميع المسلمين. وكذلك أحب أن أقول أنه اليوم غد هو بالنسبة لمقلدي السيد السيستاني سوف يكون اليوم الأول. مكتب السيد السيستاني أعلن أنه يوم غد هو أول أيام شهر رمضان المبارك. لاستقبال هذا الشهر صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ليالي رمضان سوف نتعرض إلى برنامج قرآني لعله فيه أهمية كبيرة، وهو برنامج ابتدأ به سماحة العلامة السيد عبد السلام زين العابدين، ويا حبذا أن يتم هذا البرنامج لأهميته، وهو برنامج الثنائيات القرآنية. الثنائية التي لدينا اليوم هي ثنائية مهمة جدا في حياتنا، وهذه الثنائية قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في آية أخرى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يقيمون الصلاة أو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. في آية ثالثة القرآن يتحدث يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في آية أخرى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي آية أخرى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن ثنائية مهمة جدا، هي ثنائية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولنعبر عنها هذا التعبير الدقيق الذي يذهب إليه الطباطبائي في تفسيره، يقول أنها علاقة مع الله سبحانه وتعالى وعلاقة مع البشر. إذن هنالك علاقة عمودية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وعلاقة أفقية بين العبد وأخيه العبد الآخر، بين الإنسان ومجتمعه. العلاقة الطولية، العلاقة العمودية، هي تلك العلاقة التي يرتبط بها العبد مع الله سبحانه وتعالى مباشرة، وهي علاقة الصلاة. الصلاة توثق هذه العلاقة. الإنسان الذي يصلي يقوم تلك العلاقة الأفقية مع الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه هنالك علاقة مباشرة بين العبد وبين ربه أثناء ما يقيم الصلاة. وهذه العلاقة كلما قويت قوي معها الجانب الآخر، وهي العلاقة الأفقية بين العبد وبين الآخرين، بين الإنسان وبين أخيه الإنسان، بين المسلم وأخيه المسلم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
ثم نجد أنه هذه العلاقة الطولية تتقوى عندما تكون هنالك علاقة أفقية عالية. نجد هذه العلاقة الأفقية تتقوى عندما تكون هنالك علاقة عمودية عالية جدا مع الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك حالة من الاضطراد بين العلاقتين، وإذا اختلت تلك العلاقة سوف ينهار الإنسان. عندما نجد القرآن يتحدث عن اختلال هذه العلاقة ماذا يقول؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون والذين يمنعون ماذا؟ الماعون. التسلسل في الحالة التدرجية في الانحطاط أنه هذا الإنسان عندما هدم العلاقة العمودية مع الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن يتحدث معه، قال له فويل للمصلين، يعني ويل للذين لا يرعون تلك العلاقة العمودية. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون العطاء. مثل العطاء بالماعون، مثل العطاء بذلك الشيء من الإطعام. الله سبحانه وتعالى وضح للذين يكسرون علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى كيف أنها اختلت لأنهم يستهزئون بكل شيء، اختلت لأنهم ساهون، اختلت لأنهم لا يطعمون المسكين. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعمل في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تلك المفاهيم. متى تكون علاقتي مع الله سبحانه وتعالى علاقة جيدة، ومتى تكون هذه العلاقة هي علاقة سيئة. عندما يبخل الإنسان إذن سوف يحدث خلل في الجانب الآخر، جانب الصلاة. وعندما لا يصلي الإنسان سوف يبعث خلل آخر إلى الجانب الآخر، وهو جانب الزكوات وجانب الإنفاق وجانب العطاء. هذه هي المشكلة التي يتعرض لها الإنسان. والذين خرجوا عن الخط الرسالي، عن الدعوة لله سبحانه وتعالى، عن أنهم يتبعون الأنبياء الذين جاءوا إليهم الذين لا يتبعون كلمة الله سبحانه وتعالى، وكلمة الله هي الكلمة العليا. ماذا تحدث عنهم القرآن؟ صور القرآن لنا لقاء الملائكة معهم في يوم القيامة. قالوا ما سلككم في سقر؟ ماذا كان الجواب؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أول انهدام جرى عند هؤلاء القوم قالوا لم نك من المصلين، العلاقة العمودية انهدمت لديهم فلم يكونوا من المصلين. ولم نك نطعم المسكين، علاقة أخرى انهدمت وهي علاقة العطاء. إذن العلاقة الأولى انهدمت، العلاقة الثانية كذلك انهدمت، فأصبح حالهم بأنهم يخوضون مع الخائضين، ليس لديهم أي شيء يتمسكون به، بل أنهم يعيشون حالة من الانفلات، يخوضون مع الخائضين. هذه قضية خطيرة في حياة الإنسان. لكنه في الطرف الآخر القرآن يتحدث عن الذين يتمسكون بالخط الرسالي، الذين يتمسكون بالخطوات التي أرادها الله سبحانه وتعالى إليهم، يتمسكون بالمنهج الذي يريده الله جل وعلا إليهم. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ماذا يرجون هؤلاء؟ يرجون تجارة
لن تبور، ما بها خسران، ماكو شيء اسمه خسارة في تلك التجارة. يتلون الكتاب، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، ثم بعد ذلك يرجون تجارة لن تبور. هنالك صورة مغايرة تماما، بنوا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بأنهم آمنوا بكتاب الله فصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة الإنفاق. عندما أنهوا تلك المشاريع مع الله سبحانه وتعالى وقفوا بين يدي الله يريدون عطاء، يريدون ذلك الثواب الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى عليه. أي ثواب؟ هو تلك التجارة التي لن تبور من الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه العلاقة علاقة مهمة لا بد أن تدرس. وهنالك شيء مهم نحتاج إلى أن نفهم ذلك الشيء. يا ترى ما هو هذا الشيء؟ ما هو ذلك الشيء الذي نجده في فارق الكلمات القرآنية فيها فوارق متعددة، فيها على الرغم أنها تتكون من مادة واحدة إلا أن هنالك فرق بين إقامة الصلاة، بين الذين يقيمون الصلاة، وبين القيام بالصلاة. إقامة الشيء يختلف تماما عن القيام. الإقامة شيء والقيام شيء آخر. الإقامة شيء والقيام شيء آخر. الراغب الأصفهاني يتحدث في مفرداته، يقول أنه الإقامة إعطاء الشيء حقه، ولكن القيام بالشيء هو فقط أداء بدون أن يعطي حق الشيء. القرآن عندما يتحدث عن الصلاة عن الصلاة التي هي غير حقيقية، ماذا يعبر؟ ما يقول أنه يقومون، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. بينما إبراهيم عليه السلام عندما يتحدث يقول رب اجعلني مقيم وليس قائم، مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فرق كبير، لأنه يريد أن يعطي حق الصلاة. إذا أعطى حق الصلاة في هذا الموقع الذي هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إذن سوف يعطي الحقوق الأخرى في جميع المتعلقات في هذا الخط، وهو خط الصلاة، وهو خط العمودي مع الله سبحانه وتعالى. عندما تؤدي حق مع الله سبحانه وتعالى اعلم أنك قد وضعت نفسك في نشاط أنك تحقق كل المعادلات المرتبطة بهذا الأمر. وأول تلك المعادلات هي الثنائية التي يطرق عليها القرآن دائما، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أدي الصلاة بشروطها سوف لن تبخل في أداء الزكاة. لا تؤدي الصلاة، لا تؤدي حق العبادة، سوف يكون لك نفس خاصة بعيدة. نعيش الماديات صحيح، ولكننا ليس في كل الأحوال نعيش المعنويات التي هي معنويات الإيثار لله سبحانه وتعالى. وهذا الإنفاق وهذا العطاء مع الله سبحانه وتعالى له أبواب متعددة. لدي فقط دقيقتين، أنه 15 دقيقة إن شاء الله، ما أحب أطول أكثر. هنالك أبواب متعددة للإنفاق. الإنسان لا يعتقد أنه الإنفاق فقط يطلع من جيبه. الإنسان يجب أنه يعلم بأن هنالك إنفاق بالعلم، هنالك إنفاق بالكلمة، هنالك إنفاق بالابتسامة، هنالك إنفاق حتى في علامات وحركات الوجه التي يؤديها الإنسان، وهنالك إنفاق الجاه. الإنسان الذي لديه جاه
نحن نرى في مجتمعاتنا الكبير بالسن له قيمة اجتماعية، السيد الذي من نسل فاطمة الزهراء عليه السلام له قيمة اجتماعية، الإنسان الذي يدرس في الحوزة العلمية ويؤدي هذه الدراسة حقها وهو من المعممين كذلك له قيمة اجتماعية، الإنسان الذي هو معروف في المجتمع له قيمة اجتماعية، الإنسان الذي من عائلة لها خصوصيات معينة له قيمة اجتماعية. لماذا لا ينفق من جاهه كما يقال في اللهجة العراقية؟ إنفاق الجاه، الإنسان ينفق من جاهه، يتحرك مع الآخرين. هنالك إنسان يحتاج إلى مساعدة وتعلم أن المساعدة لا تكون إلا عن طريقك، هنالك إنسان يحتاج إلى مثلا الزواج أو خطبة أو ما شابه ذلك وتعلم أن هذا الأمر لا يكون إلا عن طريقك، هنالك فقير يحتاج إلى نفقة، هنالك مشروع، وهنا كثير من الأمور مؤداها الإنفاق، والإنفاق يتعدد بتعدد موارده. اللهم اجعل لنا هذا الشهر شهر بركة وعطاء، اللهم اجعلنا من مقيمي الصلاة ومن مؤدي الصيام ومن المنفقين في سبيل الله بالأموال والأنفس ومن الجاه. اللهم احفظ أهلينا ودوينا والدينا يا رب العالمين في شهرك هذا المبارك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات. اللهم ارفع هذه الفتنة من المنافقين على هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم سدد خطى مراجعنا الكرام يا أرحم الراحمين. اللهم شافي مرضانا، ارحم أماتنا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، موت الحاضرين، من كان معنا في هذا العمل وفي هذا المركز. اللهم إلى أرواحهم، اللهم لأرواحهم جميعا نرفع لهم ثواب سورة الفاتحة المباركة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.